أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. وزير التربية يقدم العزاء للأسرة الأساتذة الذين لقوا حتفهم بإقليم أزيليال. إليكم التفاصيل. على إثر الحادث المأساوي لانقلاب السيارة للنقل المزدوج بإحدى منحدرات نواحي أزيلال يوم الأحد، والذي شهد مصير 10 أشخاص، من أطر التعليم قام شكيب بن موسى بتقديم تعزية للأسر وعائلات الضحايا في رسالة تعزية ومواساة تم نشرها بالصفحة الرسمية للوزارة. وقال في هذا الصدد إنه تلقى ببالغ الأسى والحزن نبأ الحادث عن مرور الأليم بالجماعة الترابية أيت بولي بإقليم أزيلال، والذي أودى بحياة عدد من أطر هيئة التدريس رحمهم الله الذين كانوا يشتغلون قيد حياتهم بهذا الإقليم، كما خلف عددا من الإصابات لدى بعض الأساتذة الذين نرجو لهم الشفاء العاجل، كما شاطرهم أحزانهم متقدما إليهم إثر هذا المصاب بالجلل بخالص العزاء وأصدق مشاعر المواساة، سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يدخلهم فسيح جناته مع المتقين الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وفي الأخير ندعوكم مشاهدينا الكرام بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.